السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت بقى طريقه جميله وسهله وبسيطه خالص، مش هتاخد منك اي وقت ولا مجهود. هتدخلي تعمليها في دقايق، هتنفع فطار، هتنفع عشاء، هتنفع في سحور رمضان. لذيذه يا جماعه وطعمها حلو قوي. هتعجبكم ان شاء الله وهتعجب اولادك. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه بقى، انا معايا بطاطسايه كبيره خالص، يعني كبيره في الحجم او اي كميه انت عاوزاها. براحتك انت حسب الكميه اللي انت عاوزاها. جبتها غسلتها الاول، وبعد كده قشرتها بالطريقه اللي انت شايفينها دي. قشرت القشره بتاعتها خالص تماما. بعد كده بقى هقطعها الى مكعبات صغيره خالص بالطريقه اللي انت شايفينها دي. قطعت كل الكميه كده بنفس الطريقه اللي انت شايفينها دي. بعد كده بقى هحطها في بوله وهغسلها حلو تماما. واجيب حلة على النار فيها مية، هغليها وهنزل بالبطاطس بتاعتي. هسيبها بس حوالي عن 3 دقايق بالظبط او 4 دقايق. تغلي غلوتين كده، مع يعني ما تتسلقش يعني سليق كامل، تبقى نص سليق. بعد كده جبت بقى طاسة على النار، نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة او من الزبدة. وهصفي البطاطس بتاعتي تماما بقى بعد ما سلقتها يعني نص سلقة كده. هنزل بيها كده على السمنة او الزبدة. هديها تشويحة بقى كده. في المرحلة دي يا جماعة، لو عايزين تحطوا بصلاية متقطعة، بتحطي بصلاية متقطعة معاها بقى وهي بتتشوح كده على نار هادية. حطيت فلفل اسود معلقة صغيرة، وملح معلقة صغيرة كده، رشة كده بسيطة. انا بقى ما حبيتش ان انا احط بطاطس لان ولادي ما بيحبوا يعني بصل. ما رضيتش احط البصلاية. بعد كده هغطي عليها بقى على نار هادية واسيبها لحد ما تستوي تماما، تكمل سواها. بعد كده بقى هجيب معايا 3 بيضات، هنزل بيهم كده مع رشة من الفلفل الاسود برضو، ورشة من الملح. وهخفقهم كده تماما مع بعض. بعد كده بقى هقلب البطاطس كده واشوفها كده لحد ما تستوي معايا خالص تماما. هي كده خلاص دخلت في مرحلة السوا خالص، بدأت تاخد لون اهي. هنزل بقى بالبيض بتاعي اللي انا خفقته. وهسيبها برضو على نار هادية كده لحد ما تستوي معايا تماما. هغطي عليها شوية واسيبها لحد ما تنشف كده تماما. واقدمها بقى بألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال والحلاوة دي. ما خدتش مني وقت ولا اي مجهود. دخلت عملتها في دقايق. هتعمليها بقى في سحور رمضان، هتعمليها في بعد الفطر، هتعمليها فطار، هتعمليها عشاء، زي ما تحبي. لايك وشير لو عجبك الفيديو.